السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احوال جيده ان شاء الله. هذا النهار ان شاء الله فيديو جديد، فيديو ديال الطبخ. غادي نبدي معكم ان شاء الله في فيديو ديال الطبخ. كما كتشوفوا شهر رمضان ان شاء الله قرب، وقلت نشارك معكم وصفات ديال الطبخ ان شاء الله. كما كتشوفوا عندنا في هذه القرعه زبده الفول السوداني، تتباع في قريعات غاليه في الثمن، يعني ثمنها مرتفع بزاف. كنقدروا هكا نخدموها في الدار وكتجي صراحه كتجي رائعه، كتجي احسن من هذيك اللي كنشريوها من برا. صراحه كتجي بنينه وكتجي لذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، هكا تستعملوها لوليداتكم يعني في الكوتي ولا في الفطور، ولا ديروا لهم بها سندويتشات. غادي تنفعكم بزاف مع الوليدات ان شاء الله، كتعجبهم بزاف. صراحه وليداتي كيحماقوا عليها، كتعرفوا الوليدات كيحماقوا على هذا جبده الفول السوداني، وراها كتباع غاليه بزاف في المحلات. نصنعوها في الدار احسن ما نشريوها من برا. يلا البنات اشتركوا اللي مازال ما اشتركش باش يوصله كل جديد، ودعمونا باللايك ديالكم فضلا وليس امرا، باش الفيديو يطلع ويتشاف عند ناس اخرين، وحتى انا نتشجع باش يعني نشارك معكم وصفات ان شاء الله قبل رمضان، نشارك معكم وصفات ديال رمضان ان شاء الله، وحتى نتوما تستافدوا وكاملين نستافدوا مع بعضياتنا. ويلا معنا ان شاء الله تشوفوا المقادير وطريقه ديال التحضير. كما كتشوفوا هنا عندي كيلو ديال كاوكاو او القوقاو. صراحه حنا في الجهه الشرقيه كنقولوا القوقاو، وفي الغرب كيقولوا الكاوكاو. المهم عندي هنا كيلو ديال القوقاو، كيلو قوقاو الابيض يكون كبير ويكون زوين. يعني كل قوقاو عندنا جديد وما فيش هذيك الغموليه، صراحه يكون جديد وما يكونش فيه شي حبات اللي ماشي يعني اللي بحال اللي غاملين. كنقيوه ونمسحوه مزيان. كما كتشوفوا هنا جبت واحد المقله درت فيها زيت النباتيه. كنكثروا الزيت باش غادي هاد القوقاو حتى كيدرك في هاد الزيت. انا هنا بغيت نقليه في الزيت، كيجي بنين وكيجي لذيذ بهاد الطريقه. كنفضل هاد الطريقه، يعني نقليه في الزيت حسن ما كنديرها في الفران. اللي بغى يحمرها في الفران يحمره، يعني يدير له واحد شويه ديال الملحه وكيحمرها في الفران. صافي كما كتشوفوا هنا درت واحد شويه ديال الملحه باش كيجي بنين. هذيك الملحه كتعطي واحد البنه. ودابا هنايا درت المقله ديالي فوق البوطه، كما كتشوفوا نار متوسطه، ما يعني ما ناقصه بزاف، ما مجهده. درت النص ديال القوقاو وخليت النص، يعني هنا عندي كيلو قسمته على جوج. صافي كما كتشوفوا هنا القوقاو ديالي راه بدا يتحمر. المهم كنبقاو نحركوه حتى كيتحمرنا. شوفوا بدا يتحمر، كنبقاو نحركوه باش ما يتحرقش. كنبقاو هكا نحركوه ونشوفوا اللون ديالو. ملي كنشوفوه تحمر مزيان كنحيدوه من البوطه بسرعه باش ما يزيدش يتحمرنا في هذيك الزيت، وكنحيدوه في الساع. كنحيدوه كما كتشوفوا هنا. بعد ما حيت القوقاو ديالي هنا راني طيبت كامل القوقاو اللي عندي. صراحه انا المقله الاولى فات لي فيها شويه التحمار، والمقله الزوجه قابلتها كنت مشغوله وسهيت عليه واحد شويه. كما كتشوفوا المقله الاولى شويه فات لي فيها التحمار، والمقله الزوجه قابلتها مزيان. واخا هكذاك جا صراحه جا زوين، يعني ماشي مشكل، جا اللون ديالو جا حمر وجا زوين. صافي هنا نجيب واحد الاله اللي كتكون طحن مزيان. انا عندي هاد الاله كطحن مزيان. ضروري ما تكون عندنا شي اله كطحن مزيان هاد القوقاو باش يجينا هاد القوقاو كيجي رطب بزاف وكيطحن مزيان، كيطلق لنا الزيت ديالو. الصراحه ملي كنقليو القوقاو في الزيت وكنطحنوه كيجي صراحه جي زوين، وكيجي حتى البنه ديالو كتجي زوينه ولذيذه. يعني احسن ما نحمرو في الفران. انا صراحه تعجبني هاد الطريقه، واللي يفضل يديرها في الفران يديره، يعني ماشي مشكل. صافي اللي دارها في الفران كيزيد واحد نص كاس ديال الزيت النباتيه ملي كيبقى يطحنه. ضروري ما يزيد واحد نص كاس ديال الزيت النباتيه. كما كتشوفوا انا كنزيد شويه بشويه الزيت اللي قليت فيها القوقاو، ما نرميوهاش غير هي غادي نستعملها. صافي كنزيد غير بشويه حتى القوقاو ديالي كينطحن مزيان وكيولي بحال الزبده، كيولي رطب بزاف، ما يبقاوش فيه هذوك الحبيبات. مره كنبقى نحل هاد هاشوار ديالي، وكنبقى نزيد هكا الزيت الا غاسني شويه ديال الزيت. المهم انا كنزيد غير بشويه وكنشوف القوقاو واش نطحن مزيان. المهم ما نكثروش الزيت، انا كنزيد غير بشويه. هنايا كما كتشوفوا نزيدو هكا 3 ديال المعالق ونخليوه يطحن مزيان. كنطفيو هاد الطحانه وكنبقاو هكا بالمغرف نحركو
شويه بشويه. كما كتشوفوا ها هو كينطحن، بدا كينطحن معايا. صافي ملي شفتو بدا ينطحن غادي نزيد القوقاو اللي بقى عندي، بغيت نزيده مباشره فوقو لان عندي القوقاو اللي طحنته في الاول جاني شويه خفيف، ما بغيتوش يجي خفيف، بغيته يجي عاقد. صافي على داكشي زدت عليه القوقاو. صافي دابا ما غاديش ندير الزيت، صافي غادي نبقى نطحن غير بشويه حتى نحس بلي الخليط ديالي نطحن مزيان. كما كتشوفوا هو الخليط ديالي نطحن مزيان صراحه. شوف كي داير، كيجي رائع، كيجي حسن ملي كتشروه من برا. صافي دابا غادي نزيد العسل الحره. انا بغيت ندير لها العسل الحره، واحد المعلقه كبيره عامره مزيان. واللي ما عندوش العسل يدير سكر كلاصي، واللي بغى يخليه بلا سكر ولا بلا عسل يخليه، اللي بغى يخليه طبيعي خليه. المهم كما كتعرفوا الدراري كيبغيو الحلاوه، على داك الشيء انا درت لهم العسل باش يجيهم شويه حلو. واللي ما عندهاش العسل يدير سكر كلاصي، واللي ما بغاش يدير السكر ولا العسل يخليه هكذاك. صراحه كيجي لذيذ ورائع ما تشبعوش منه صراحه. ملي كنخدموا وليداتي كيبغيو ياكلوه غير هكذاك فوق البوطاجي، كل مره كيقولوا لي عطيني مغرف عطيني مغرف، كيعجبهم بزاف. كما كتشوفوا هو كيجي عاقد، وعاد مازال غادي يزيد يعقاد. ملي يبات غادي يزيد يعقاد. انا هو هذا الكيلو اللي درته خرج لي هاد القرعه الكبيره عامره حتى الفم، يعني كيلو. هاد القرعه راها كبيره. صافي نديرو هاد القرعه، صافي كنعمر هاد القرعه ديالي وغادي نخليه يبات. ملي غادي يبات ان شاء الله غادي يزيد يعقاد كما قلت لكم. ما حدو راه سخون، راه شويه يبان شويه جاري. ملي غادي يبات صراحه غادي يزيد يعقاد بزاف. صراحه وصفه زوينه ورائعه، نتمنى ان شاء الله تجربوها، تبقاو تخدموها لوليداتكم في الدار. هاد زبده الفول السوداني صراحه كتجي رائعه، الوليدات كيبغيوها بزاف وحتى حنا كنبغيوها بزاف. صراحه كتجي بنينه، نتمنى ان شاء الله تجربوها. وفي الساعه كتوجد كما كتشوفوا. هذه هي الوصفه ديالنا بعد ما وجدت، كتجي بهذا الشكل، كتجي رائعه، كتجي لذيذه بزاف. المنظر ديالها كيجي يشهي، او كما كتشوفوا كتجي رائعه، كتجي ثقيله ومازال غادي تقال. صراحه صحيه وحاجه اللي كنخدموها في الدار احسن ملي كنشريوها من على برا. نتمنى ان شاء الله تجربوها لوليداتكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ودعمونا باللايك ديالكم فضلا وليس امرا. نجازيكم بخير باش الفيديو يطلع يتشاف عند الناس اخرين، وحتى حنا كنزيدو نتشجعوا باش نعطيكم وصفات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.